بعد ما أنشأنا السيت اب الخاصة بالبارت ده، تعال نشوف مع بعض إيه هي الأوبريشنز اللي هنعملها عليه عشان نوصل للمرحلة النهائية. تعال نبدأ بالجزء اللي في المنتصف ده. الجزء ده عبارة عن بوكيت. زي ما احنا ملاحظين إن البوكيت ده في تدرج في العمق بتاعه، يعني الحتة دي نازلة بتدرج، مش كلها على نفس الارتفاع. يعني ارتفاع كل ما ننزل بيقل بيقل بيقل، أو العمق بيزيد لحد ما توصل للنقطة النهائية دي. فده بوكيت، ولكن طالما انت عندك التغير بيحصل في 3 محاور، اللي هو محور X وY وZ في نفس الوقت، يبقى انت هنا عملية من عمليات ال 3D زي ما اتكلمنا في الشابتر الأولاني. في العمليات اللي فاتت في البارت كنا بناخد Z معين ونتحرك في X و Y، فكنا بنسمي العملية دي 2 محور أو 2.5 محور. أما في الحالة بتاعتنا دي انت عندك تدرج في المستوى، وبالتالي عمليات ال 2D مش هتكون مناسبة معانا. أي عملية من عمليات ال 2D مش هتكون مناسبة معانا، مش هتدينا نفس النتيجة اللي احنا عايزينها. وبالتالي هنرجع لعملية من عمليات ال 3D. عملية ال 3D في تشابه ما بينها وبين عملية ال 2D، ولكن بتبقى شغلك هنا في ال3 محاور. ال3 محاور بيتغيروا معاك في نفس الوقت. فلما نفتح عملية 3 محاور هتلاقي برضو عندك Adaptive Clearing، برضو عندك Pocket Clearing، عندك استراتيجيات خاصة بال3 محاور، عندك عملية البنسل، وانت عندك جزء وعايز تنضفه وخلافه. عشان اوصل للجزء ده اهو، فالافضل بالنسبة لي كواحد بيفهم في الماشينينج ان انا اعمل عملية رافنج، أشيل بيها معظم المادة الخام أو الستوك، وبعد ما أعمل عملية الرافنج وأبدأ أقرب من الشكل اللي أنا عايزه، أبدأ أعمل عملية فينيشنج باستخدام أوامر الفينيشنج اللي موجودة عندي أو استراتيجيات الفينيشنج اللي موجودة عندي. فتعالى نبدأ بعملية الرافنج، نشوف هنعملها إزاي في ال 3D تمهيدا إن إحنا نبدأ عملية الفينيشنج بعد كده. هنفتح ال 3D ونختار بوكت كليرنج. تقريبا نفس النمط اللي كنا بنستخدم بيه أوامر ال 2D هو نفس النمط اللي هنستخدم بيه أوامر ال 3D. هتحدد التول بتاعتك وهتحدد الجيومتري وبعد كده الهايتس والباسز واللينكس، 5 أيقونات هتمر عليهم من اليسار لليمين. أول حاجة تعالى نحدد التول عندي هنا 1/4 إنش، ممكن نشتغل بيها عادي، ولكن أنا بفضل لك تقلل قطر التول تمهيدا بعد كده إن لما تيجي تعمل عملية الفينيشنج تكون الأمور أسهل معاك. فتعال نختار تول بقطر أقل. نروح لللوكال لايبراري. هلاحظ إن عندي في اللوكال لايبراري بتاعتي أداة 1/8 إنش فلات إند ميل، فهنقول له سيلكت. دي الخواص الخاصة بالأداة. لو حابب تعدل فيها مثلا، حابب تزود السرعة في عملية الرافنج تزودها عادي، ممكن تزودها، أو ممكن يعني الأفضل إن عملية الرافنج عندك تكون بسرعة أعلى من عملية الفينيشنج، لأن عملية الفينيشنج بنخلي السرعة فيها بطيئة، أو بنخلي عملية الفيد ريت بطيئة، بحيث إن الشكل ينتج عندك بسيرفس فينش عليه. السرعات دي بالنسبة لي مناسبة، مش هنحتاج نعدل فيها. تعال نروح بعد كده للجيومتري، ولكن نقفل الكولنت، مش عندي كولنت في الحالة دي. تعال نروح للجيومتري ونختار الإطار الخارجي اللي موجود عندي ده. يبقى نختار سيلكشن ونختار الإطار ده. نروح للهايتس. الهايتس مش هحتاج أعدل فيها حاجة، الهايتس عندي مظبوطة. فتعال نروح للباسز. بالنسبة للباسز فهنحتاج نعدل بعض الأمور عشان نزود جودة السطح اللي ناتج عندي. أول حاجة هنحتاج نعدل فيها الماكسيمم رافنج ستيب داون. الماكسيمم رافنج ستيب داون لو احنا جينا نقرأها، المعلومات اللي موجودة عندي في برنامج الفيوجن، هنقول له specifies، يعني بتحدد the maximum step down between z level، أقصى مسافة في الزد هياخدها وهو نازل في عملية الرافنج. يعني المسافة دي كل ما كانت في قيمة صغيرة
كل ما كانت يعني جودة السطح عندك أفضل، ولكن ده بيعتمد على التطبيق اللي عندك. ففي الحالة بتاعتنا دي أنا كده كده أساسا ناوي إن أنا أعمل فينيشنج، وبالتالي لو أنا كبرتها شوية ده هيكون أنسب بالنسبة لي. طب أنا كبرتها ليه؟ طيب أنا كبرتها لأن أنا ناوي أعمل فينيشنج، فعملية الرفنج اللي أنا هعملها هرجع أساسا أعيد عليها تاني، وبالتالي هيكون الأفضل بالنسبة لي إن أنا أزود الماكسيمم رافنج ستيب داون، لأن أنا كده كده أساسا هعيد على الشغل اللي أنا عملته بحيث أوصل للجودة النهائية. ده بالنسبة للماكسيمم رافنج ستيب داون. طالما أنت ناوي تعمل فينيشنج يبقى في عملية الرفنج زود الستيب داون بتاعتك بناء على حجم العمق اللي عندك. وهنا بقى تظهر أهمية الأمر ستوك تو ليف، زي ما قلنا إن إحنا ناويين نعمل فينيشنج، يعني هنسيب طبقة من الماتيريال نشيلها في آخر وش. لذلك هنحتاج في الحالة دي نسيب جزء من الستوك ما نشيلوش كامل، لأن الجزء ده هو اللي هنشيله في الآخر بحيث نوصل للسطح النهائي الناعم بتاع الشكل. وبالتالي في الحالة بتاعتنا دي هنسيب جزء من الستوك بحيث إن العمق النهائي اللي هاخده الصغير ده اللي الهدف منه التنعيم ما يكونش من المادة الخام نفسها، لا ده يكون من الستوك الزيادة عن اللزوم اللي موجود عندي. وبالتالي هنقول له خلي ستوك تو ليف، نخلي الستوك تو ليف مثلا وليكن 1/10 إنش. فتعال نخلي الستوك تو ليف 1/100 إنش. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو هيقوم بعمل عملية رافنج يشيل بيها الماتيريال اللي موجودة هنا، وهيسيب لك 1/100 إنش. تاخد الواحد اللي انت من 100 إنش ده الطبقة الصغيرة دي تاخدها وانت شغال عملية الفينيشنج. نروح لللينكينج. اعدادات اللينكينج مناسبة بالنسبة لي، عايز تغير فيها براحتك، ولكن هي الاعدادات اللي البرنامج موضحها حاليا مناسبة للابليكيشن بتاعنا. فنقول له اوكي. هيبدأ يعمل جنريت للتول باس الخاص بالاوبريشن. تلاحظ ان هو بيحسب حاليا المسارات اللي هتتم عنده، وبعد ما يخلص هتلاحظ ان التول باس هيظهر معاك هنا. لاحظ ان ده التول باس بتاعنا، ده الليد ان والليد اوت، وده شكل التول باس النهائي اللي ظهر عندي. زي ما احنا ملاحظين ان قبل حتى ما نعمل عملية السيموليشن احنا ملاحظين التدرج اللي موجود، وده منطقي لان ده عملية رافنج. فتعالى كده نقول له اعمل لي سيموليشن. تعالى نقول له سيموليت. زي ما احنا ملاحظين ان هو شغال عملية تنظيف للأجزاء المتدرجة من الشكل. ولاحظ ان هو عندك اكتر من مكان عمل منه عملية دخول، وبعد كده بيبدأ ينظف بقدر الإمكان بحيث يطلع وينزل على الأجزاء اللي فيها انبثاق من الشكل. تعالى كده نشيل التول باس ده. زي ما احنا شايفين ان ده الشكل النهائي اللي نتج عندي. الشكل النهائي اللي نتج عندي ده زي ما احنا ملاحظين التدرج اللي موجود فيه ما وصلناش للشكل المطلوب. هنوصل للشكل المطلوب ازاي؟ هنوصل للشكل المطلوب بعملية تانية، وهي عملية فينيشنج هنعمل بيها الشكل النهائي. يعني لو جينا هنا نقول له show differences او comparison، هنلاحظ ان كل ده عندي زيادات. طب الزيادات دي هتشال ازاي؟ هتشال بعملية فينيشنج. فنروح نرجع للماتيريال. يبقى اذا شفنا ازاي عملية الرافنج بتتم في 3D، وايه الهدف منها؟ الهدف منها ان انا اشيل كمية كبيرة من الماتيريال واخلي عندي طبقة صغيرة في النهاية اقدر الطبقة دي ازيلها باستخدام اداة من ادوات التنعيم او الفينيشنج. وزي ما شفنا ان تقنيات ال 3D بامكاننا نتعامل معاها بنفس الكيفية اللي بنتعامل بتقنيات ال 2D. المهم بس تعرف امتى تستخدم تقنية ال 3D ايا كانت هذه التقنية، وامتى تستخدم عملية ال 2D. تعال كده نشوف الرافنج والفينيشنج. تعال نشوف الفيديو ده.
هو هنا حاليا بيعمل عندك بوكت، حاليا بيعمل له عملية رافنج. طبعا التبريد هنا تبريد هواء، هو شغال عملية الرافنج. زي ما احنا ملاحظين ان هو انتقل للثقب التاني، والماتيريال عندك فيها اجزاء ما اتشالتش، السطح النهائي مش ناعم تمام، وسايب منه جزء من الستوك من لما اتشالش. ده ليه؟ ده عشان هو في النهاية خالص هيرجع يعمل له عملية فينيشنج. تعال نشوف عملية الفينيشنج. زي ما احنا شايفين الشكل ده لسه في اجزاء زيادة. هيتنقل له تاني يبدأ يعمل ليه عملية فينيشنج. زي ما احنا شايفين عملية الفينيشنج بتتم بسرعة نوعا ما أبطأ من سرعة عملية الرافنج، بحيث ينظف الجزء الزيادة اللي موجود عنده ده. الجزء الزيادة ده كان متساب من الستوك. يبدأ يعمل عملية الفينيشنج، وفي نهاية عملية الفينيشنج هتكون انت وصلت للشكل النهائي اللي انت عايزه. إذا شفنا في الفيديو ده ازاي نقدر نعمل عملية رافنج في 3D بوكيت أو غيره، تمهيدا بعد كده ان انت تبدأ تعمل عملية فينيشنج وتوصل للشكل النهائي.